انا عايز تتخيل معايا ان انت بقالك يعني تقريبا كده 4 سنين بتدعي ربنا ان انت عايز عربية. انا حاسس ان النور قوي. بقالك 5 سنين بتدعي ربنا ان هو يجيب لك عربية او يديك عربية، وبعد 5 سنين ربنا سبحانه وتعالى يبعت لك عربية. العربية اللي انا بكلمكم منها دلوقتي، العربية دي هي مش احدث عربية في الدنيا، يعني زي ما انتم شايفين هي عربية كلاسيك، ولكن انا الحمد لله ربنا كرمني بعربية. انا بكلمكم انا مش مصدق، ولكن لازم اصدق. لازم اصدق زي ما حكيت لكم قصتي قبل كده مع الاستغفار. وان انا ربنا كرمني في اقل من ساعة كانت حاجتي مقضية. فكمان الموضوع ده اتأخر معايا، ولكن يعني زي ما احنا عارفين ان شهر رمضان هو شهر تحقيق المعجزات، وهو الشهر اللي يعني لو انت دعيت قبل الفطار او في ساعة المغرب، في اذان المغرب، فربنا بيستجاب ليك، لان انت كصائم ليك دعوة لا ترد. انا في ساعة الفطار يعني دعيت دعوتين: يا رب نفسي في عربية. هو بصراحة أنا كنت طماع شوية، يعني قلت يا رب ده نفسي في عربية احدث موديل، نفسي في عربية مرسيدس. بس بعد كده قلت لا لا لا، بص، انا حاليا بجد عايز اي عربية. حلو، عايز اي عربية. ويا رب نفسي اتجوز، عايز اعيب في نفسي ونفسي اتجوز. فسبحان الله، آه تجيلي عربية قبل ما شهر رمضان يخلص. لا لا، انا يعني خلينا نتكلم بجد شوية، والله العظيم انا العربية دي جات لي قبل ما شهر رمضان يخلص حرفيا. تمام. يعني انا مش مصدق. انا عايز اقول لكم الجو تلج، وجاي في وقت ايه الجو تلج، وانا يعني انا مش عارف اجيب لكم الموضوع ازاي، ولا اقول لكم ايه، ولا احكي لكم ايه. بس عامه خلينا ناخدها بالترتيب كده. انا حكيت لكم قبل كده قصتي مع الاستغفار، ان انا كنت يعني في يوم صحيت مش معايا فلوس، وكنت عايز اقضي مشوارين مهمين جدا. والمشوارين يعني كان واحد عبارة عن ان انا رايح لعميل ولسه مش عارف يعني هاخد منه فلوس النهاردة ولا لأ، وفي مشوار تاني ان انا رايح اخد كورس. آه فطبعا انا ما كانش معايا فلوس، فقلت انا هخرج بقى وهتوكل على الله، وانتوا عارفين القصة، يعني الناس اللي متابعاني عارفة، الناس اللي مش عارفة فانا يعني توكلت على الله. وكنت وانا ماشي في الطريق كنت بعمل حاجتين ما لهمش تالت، كنت بستغفر وبصلي على النبي. ولكن الاستغفار كان اكتر. انا حتى ما لحقتش ان انا اصلي على النبي بالشكل الكافي عليه افضل الصلاه والسلام، لان مسافه ما انا كنت بستغفر كان ربنا سبحانه وتعالى يعني ايه كرمني ان الموضوع تم. يعني لقيت عربيه عطلانه، يعني بدات ان انا بزق معاهم العربيه، ويعني بعد ما زقيت معاهم العربيه اللهم صل على سيدنا محمد، الراجل قال لي انت رايح فين، فراح موصلني بالظبط قدام مكان العميل اللي انا المفروض اخد منه فلوس. وكمان قبل ما اوصل لمكان العميل لقيت العميل ده بيتصل بيا بيقول لي تعالى يا حازم انت فين عشان تاخد فلوس وبتاع. فانا بقيتش مصدق، يعني ربنا سبحانه وتعالى بعت لي حد يوصلني للعميل، وكمان خلى العميل يتصل بيا عشان ياكد لي ان انا هاخد فلوس. وكمان لقيت نفسي ان انا آه يعني بقى معايا فلوس، وقريت المشوارين بتوعي في اقل من ساعه. سبحان الله، في اقل من ساعه. اللهم لك الحمد. ومن ساعتها انا قصتي مع الايمان اتغيرت. ولكن انا عايز اقول لكم على حاجه مهمه جدا يا جماعه، اقسم بالله انا، او مش انا بس، عايز اقول لكم كلمه انا يعني، الانسان بطبعه كفور او كفار. يعني الانسان دايما بيكفر بالنعمه، ودايما بيعتاد النعمه. وانا اعتدت بعض النعم وزالت من حياتي، واعتدت ان انا يعني استغفرت مره وخلصت على كده، وما بقتش مداوم على الاستغفار. ولما رجعت اداوم قررت ان انا اعمل لكم الفيديو عشان يبقى حاجه تشجعني، وعشان اشجع الناس برضه. فقسما بالله العلي العظيم انا موضوع الاستغفار بالنسبه لي مهم جدا.
لدرجة ان انا بقول لكم انا كان نفسي في عربية، وربنا سبحانه وتعالى كرمني بعربية قبل ما شهر رمضان يخلص. انا بنزل لكم الفيديو ده في كده اول ايام العيد، او لا يا رب تاني ايام العيد، لا هو النهارده ايه، لا احنا كده في اول ايام العيد. فربنا كرمه كبير جدا ونعم بالله. وقسما بالله العلي العظيم انا كنت بقعد استغفر ربنا وبروح اصلي وبدعي ربنا. يعني انا كنت بسيب الفطار، كان اخويا كان بيجي يفطر معانا، ف بيقول لي يا ابني انت هتسيب الفطار وتسيبنا ورايح تصلي المغرب؟ ده حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يعني في حديث كان، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا يعني ايه نقدم الاكل عن الطعام، يعني او سوري يعني نقدم الطعام عن الصلاة في وقتها. يعني مثلا لو الاكل حضر فانت عادي، يعني ما انت المفروض تأجل الايه، تأجل الصلاة. انا مش متأكد بصراحة من دقة الحديث ده، لكن في ناس كتيرة جدا بتقوله وانا مش عارف. لو حد في التعليقات يقدر يصحح لنا الموضوع ده هبقى شاكر جدا ليه. بس انا من جوايا كنت اللي هو ايه، يا جماعة ده شهر رمضان بيجي مرة واحدة بس في السنة، ربنا بينعم علينا بالشهر ده. فانا قلت مع نفسي يعني انا معلش الاكل سخن او بارد كده كده هيتاكل، كده كده هنشبع بفضل الله. فانا لما اروح اصلي المغرب في وقتها، انا بالنسبه لي دي متعه. وانا عامل لنفسي تارجت ان انا كل صلاه مغرب عايز اروح اصليها في الجامع، عايز اواظب على الصلاه، اخلي رمضان هو التيكت بتاعتي، ان انا اخرج من رمضان مواظب على الصلاه. وختمه واحده، يبقى عندي ختمه قران واحده، تمام. فعايز اقول لكم قسما بالله العلي العظيم انا كنت يا جماعه بروح اصلي المغرب، وكنت بقعد كده وقبل صلاة المغرب والراجل وهو بيقول الله أكبر، والله العظيم بقعد أدعي يا رب الله، اللهم ارزقني بعربية يا رب، اللهم إنك أنت الرزاق ذو القوة المتين، اللهم إنك أنت من قلت ادعوني فأستجب لكم، يا رب يا وهاب يا رزاق يا علي يا كريم يا كريم، اللهم إنك واسع الكرم أكرمني بسيارة يا رب، نفسي في عربية يا رب، نفسي في عربية، اللهم زوجني اللهم زوجني اللهم اصلح حالي، اللهم زوجني الزوجة الصالحة وعفني يا كريم يا رزاق يا وهاب، اللهم إنك أنت السميع العليم مجيب الدعوات. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شكرا. ده اللي أنا كنت بدعيه. أحيانا بيبقى فيه بعض الاختلافات في طريقة الدعاء أو الصيغة، ولكن أنا بقول لكم أنا كنت بدعي إزاي، دي الطريقة اللي كنت بدعي بيها، وطرق تانية قريبة منها. المهم ان انا كنت ببدأ بالثناء على الله، وبعد انا مش عارف الدنيا مظلمه ولا لا، وبعد الثناء على الله كنت ان انا بدعي بالحاجه اللي انا عايزها. وقسما بالله العلي العظيم العربيه بقى، انا بقى معايا عربيه قبل ما رمضان يخلص، قبل ما رمضان يخلص، تمام. فانا مش عايز اطول عليكم اكتر من كده، انا بس عايز اوصل لكم رساله، ما انا الا نذير. خلاص. انا عايز اقول لكم ايه، اللي بدأ يستغفر يستمر، اللي عايز يستغفر بأي طريقة يستغفر بأي طريقة. أنا والله العظيم كنت بحط، أنا في مرة في رمضان، في يوم في رمضان وصلت فيه، لا يومين على بعض وصلت 3500 استغفار. ففي اليوم كنت يعني تقريبا 1500 إيه، 1500 استغفار في اليوم. فهي ملهاش ملك، على حسب ما أنت تلاقي نفسك فاضي، تمام. أنا كنت بخلي معايا اللي هو الخاتم بتاع التسبيح، وأقعد إن أنا بدوس عليه وبسبح عليه، سوري بستغفر عليه، تمام. بستغفر وبصلي على النبي. لكن الاستغفار كان بيبقى ليه الجزء الأكبر، تمام. بس فأنا أعوذ بالله من كلمة أنا، النصيحة الأخيرة، والله العظيم إن ربي قريب مجيب. فحضراتكم استغفر ربنا، وفي ساعة الأذان وأنت صايم ادعي، دعوتك مستجابة بإذن الله. زي ما أنا مثال حي قدامك، دعوتي استجابت والحمد لله. ربنا كرمني بالعربية اللي كان نفسي فيها، هي يعني مش اللي نفسي فيها قوي، ولكن انا كان نفسي في عربيه، تمام. بس فاللهم لك الحمد يعني. واما بنعمه ربك فحدث، فهو ده عنوان الفيديو يعني. اتمنى اكون فدتكم النهارده، وبعتذر لكم جدا عن التاخير. انا مش متعود اتاخر عليكم، بس غصب عني، يعني رمضان الواحد كان مركز قوي، وكان فيه برضه شويه يعني ايه مطبات كده،
فالحمد لله ان شاء الله نرجع رجعه قويه. خلاص كل سنه وانتم طيبين ومع السلامه.